طب اعمل ايه؟ مش مصدقيني، يعني احلف لهم ان انا ما دخلتهاش الفرن ولا حتى تبلتها بالساعات. يلا اقول لكم حضرتها ازاي. يلا نسمي بالله ونبتدي على طول. جبت الصينيه بتاعتي وقطعت فيها بصلايه كبيره، قطعت البصلايه كده شرايح رفيعه وبعد كده فككتهم من بعض، يعني عملتها حلقات زي ما انت شايفه. تستخدمي بصل ابيض، بصل اللي انا استخدمته براحتك، عايزه تزودي كميه البصل كمان شويه برضو براحتك. ضفت كمان فلفل رومي حوالي وحدتين وقطعتهم شرايح، 3 وحدات من الطماطم وبرضو قطعتها شرايح. بهرت بملح وفلفل اسود، وحطيت كمان شويه من البابريكا، وحطيت كمان شويه من السبع بهارات ورشه صغيره من الكزبره. وما تخافيش خالص، مش هتعمل حاجه، دي هتدي طعم تحفه. لو عايزه تزودي كمان بطاطسيتين 3 والله مش هتقول لا، براحتك. خلاص كده هاخد الصينيه الحلوه دي واحطها على جنب. هجيب الفراخ بتاعتي، اي فراخ هستخدمها. انا استخدمت هنا دبابيس وكان حجمها كبير، عشان اقولك لو استخدمتي فرخه برضو هتستوي ومفيش اي مشكله. عايزه تستخدمي اجنحه، اي حاجه انت عايزاها في الفرخه مش هتقول لا. المهم ان انت بس تقطعيها قطع كده تكون متوسطه او صغيره، هيكون افضل. هعمل لها فتحات بالسكينه بالشكل ده كده. ولو لسه مكمله الفيديو معايا ما تنسوش تدعمونا بلايك، وكمان دعوه حلوه من قلبكم ولكم المثل. خلاص كده عملت الفتحات في كل الفرخه. ونسيت اقول لكم بقى ان الفراخ بتاعتنا لازم تكون ناشفه جدا، ما فيهاش اي سوائل. بعد ما نغسلها نصفيها كويس من كل الميه ونتاكد ان هي ناشفه وما فيهاش اي سوائل. بعد كده هجيب معلقتين كبار من صلصه الطماطم، معلقه صغيره من هريسه الشطه، 3 معالق من عصير الليمون، معلقه كبيره من الخل الابيض، وهضيف كمان حوالي معلقتين كبار من اي زيت نباتي احنا نحبه. بعد كده هضيف معلقه كبيره من العسل الابيض، ولو مش متوفر عندك عسل ابيض استغني عن الخطوه دي، بس بتدي طراوه كده وطعم تحفه للفراخ. ضفت معلقه كبيره من الكركم، معلقه كبيره من البصل البودر، وهنضيف كمان معلقه صغيره من الثوم البودر. هنظبط الملح براحتنا، انا ضفت هنا معلقتين صغيرين. ضفت كمان معلقه صغيره من البابريكا، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من السبع بهارات، ومعلقه كمان من الكزبره الناشفه. هقلبهم مع بعض كويس جدا، ونطول بالنا بقى على قد ما نقدر، ونتبل الفراخ بتاعتنا حلو جدا زي ما انت شايفه كده. غطيها بقى وسيبيها في التتبيله براحتك. انا كنت مستعجله وعايزه اعمل للعيال الغدا، فروحت على طول حطاهم جوه الصينيه كده زي ما انت شايفه. هبتدي بقى ان انا ارصص قطع الدبابيس بتاعتي بالشكل ده. ولو لسه مكمله معايا الفيديو، احب افكرك بقى بالتطبيق المجاني اللي انا دايما بسيب لكم اللينك بتاعه في التعليقات. والتطبيق ده لو انت ما تعرفوهوش، ده تطبيق مجاني، اول مره بتحمليه بنت وبعد كده بيكون موجود عندك على تليفونك. بتشوفي الوصفه في الوقت اللي تحبيه، وفي وصفات كتير بدون لحمه ولا فراخ وافكار كتير هتعجبك. هسيب لك الرابط بتاعه في التعليقات. زي ما شفتي كده ضفت نص كوبايه من الميه ووزعت الميه، ورحت اخدت الصينيه بتاعتي غطيتها عشان ما كانش ليها غطا كبير عندي، فغطيتها بورق الفويل. رفعتها على عين البوتاجاز على نار متوسطه، وسبتها بقى لحد ما الفراخ استوت. وزي ما انت شايفه كده، ولا دخلتها فرن ولا اي حاجه.